طلاب الجامعات وبالاخص السنه اولى حبايب قلبي، بص الفيديو ده بناء على مطلب جماهيري كبير. لو القدر رماك في شقه خارجيه هتعمل ايه؟ اكتر حاجتين هتواجههم وحشين بالنسبه لموضوع الشقه: غسيلك ومكوتك، اكلك وشربك. النظافه دي مش مهم، انت هتظبطها عادي. بالنسبه للاكل، فطارك غداك عشاك عليا. بالنسبه للفطار، طعميه وفول ما قصروش، مش بتحبهم هتجيب لك علبه جبنه نص ترميها في التلاجة، كرتونه بيض هترميه في التلاجة، شويه خضار عشان طبق السلطه. مفيش احلى من البروتين، بيض مسلوق بيض مقلي. هتاكل اروق واحلى فطار، وكله على حسب المنص. ها ظبطها انت بقى بدماغك. بالنسبه للغدا وركز معايا يا حبيب قلبي، والقصه كلها هنا. هتعمل حاجتين: زيتك سكرك رزك، كل الكلام ده كله هتجيبه من بيتكم. وخد بالك من الحاجه في الموضوع ده، ها؟ هتروح تجيب فراخ من الفرارجي عادي او اللحمه بتاعتك اللي بتحبها. ساعه ما تحب تاكل اكله هنيه جميله سخنه، هتاخد الفرخه الجميله وتنزل بيها عند بتاع المشويات اللي تحت، هياخد لك على الفرخه 20 25 جنيه. لو الفرخه من بره هتعمل 400 جنيه جاهزه، فانت القصه كلها هتخلص معاك على 150 170.